السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم جيت نشارك معكم كيش بالسوريمي. نبداو على بركه الله في المقادير. عندي هنا واحد جوج بصلات صغار مقطعين مربعات، وواحد المقدار حتى 3 الفلفلات حمرين، انا عندي هادو غنشويهم، وعندي واحد المقدار ديال السوريمي. غنشوي الفلفله وغنقطع السوريمي ونرجع لكم. غنحتاجو العجين 250 غرام ديال الدقيق الابيض، وقريصه الملحه، ولا بدا الدقيق العجين يكون بنين، واحد المعلقه ديال القهوه ديال ثوم اون بودر ولا ثوم مجفف. المهم تقدروا تنسموا العجين باش ما بغيتو. انا غنكتفي بالثومه، نص معلقه ديال خميره الحلويات. كنحتاجوا بما اننا درنا 105 رابعه ديال الدقيق الابيض، يعني 250 غرام، يعني غنحتاجوا 125. ديما نص ديال الكميه ديال الدقيق. 125 مع 250 هي 375. خاصاني 375. ها هي صافي. دابا غنبسبسوا العجين. المهم هانتوما كتشوفوا بانني ما رملتوش الدقيق. شوفوا الطروفه راه كيبان لكم طروفه ماشي رملتو. غنضيفوا دابا البيضه، ونحاولوا نجمعوا العجين غير بالاصابع. وكنضيفوا هنا عندي 2 معلقات، كنضيف معلقه تقريبا، حيتاش معلقه حتى ل2 معلقات ديال العجين باش نجمعوا العجين. زيد هاد المعلقه الاخرانيه وصافي، وكنلموا العجينه. ها هو كنبقاو نجمعوا صافي. ما نعجنوهاش لانها الا مشينا حتى عجنا غتطلق الزبده، وحنا ما محتاجينش الزبده، خاصها تبقى عليها تيقولوا ليه بات بريزي. صافي غنديروها في كيس بلاستيكي وغنخليوها نص ساعه في الثلاجه، ساعه بما نوجد الحشوه ديالتنا ونرجع ليها. حطيت الفلفله ديالتنا، دهنتها بشويه الزيت وحطيتها في القلايه الهوائيه تشوى لينا. في انتظار انها تشوى غندوز معكم نقليو البصله، نطيبوا البصله. ها هو ضفت واحد المقدار ديال الزيت، انا درت الزيت البلديه، ولكم الاختيار تقدروا الزيت العاديه اولا زبيده اللي بغيتو. المهم ها هي واحد النسبه كيف ما قلت لكم، 2 بصلات صغار، قريصه ديال الملحه، غندير معها واحد شويه الابزار، بما طيح لينا. دابا مي طاحت لينا البصله غنضيفوا هاد فص ديال الثومه، فص كبير او 2 صغار، وغنخليهم يتحمروا. وها البصله ديالتنا واجده. خوتي خواتاتي، انا رجعت لكم من بعد ما خلينا الدقيق ديال العجين ديالنا. دابا غنرشوا واحد الدقيق شويه، واحد النسبه قليله ديال الدقيق باش بطبيعه الحال المدلك، وغنبداو نورقوا في العجين. لهذا انا كنرقوا. انا غندير هادو، غناخذ القياس ديالها، غنلبسها
في نفس الوقت غنلبسها. انا كيف ما قلت لكم انا ما كنبغيهاش تكون غليظه بزاف، لهذا كنبداو من المستوى، يعني من لتحت تلبسوها كتاخد الشكل ديال المول ديالنا، ومن بعد كنبداو نطلعوا في الجوانب، تبقاو غاديين مع هكا بحال هكا وكدوزوا عليه بصبعكم. هانتوما هو غنكمل الوحدات ونرجع لكم. كملتهم دابا غنجي للمول ديالنا وغنعمل تقبات بالفرشيط باش ما يتنفخش لينا في جميع في الجناب في كل شيء، وغندخلهم للثلاجه واحد نص ساعه، القليله نص ساعه. كل ما خليتوهم مده كل ما احسن باش ما يتنفخوش لينا وما يهبطوش. غنكمل هذا الشيء ونرجع لكم من بعد. بالنسبه لاباراي كنحتاجوا ياغورت طبيعي وبيضه وقد الياغورت حليب ابزار غير قريصه بطبيعه الحال مليحه. غنضيفوا واحد راس المعلقه ديال خميره الحلويات، واحد معلقه بومبي ديال النشا او دقيق الذره، تقدروا تعوضوه بالدقيق العادي صافي. وغنخلطوا الكل. خوتي خواتاتي نسيت ما قلت لكمش نضيف جوز الهند، الكوزه جوز الطيب راه تتلائم بزاف مع لاباراي. انا استجمتها ودابا جبت ليمول ديالنا اولا الكيش ديالنا وغنبدا نحط فيه واحد المقدار ديال البصله اللي شحرت معكم، وغنضيف عليه الفلفله اللي شويتها بعض هكاك محمي، وغنضيفو حتى هو شويه منه. تقدروا تضيفوا الطون، انا كاين شي مره كنضيف حتى الطون. الاعشاب المنسمه تقدروا تضيفوا غير الزعتر، و غنضيفوا لاباراي ديالنا نكبوها نحاولوا وغنضيفوا من الفوق بطبيعه الحال الزعتر. بغيت نقول الفرماج وانا نقول لكم الزعتر. ها هو، وندخلهم الفران على 180 درجه. اصلا انا راه دابا مسخن على 180 درجه. خوتي خواتاتي ها الطبق النهائي ديالنا، ها لي ميني كيش كيف ما كتشوفوا ها هما. كنتمنى هاد الوصفات تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما بقى ليا الا نقول لكم دمتم في رعايه الله والى الملتقى.